السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زونتوس النهارده بتقول للسوق انا اهو، بتنافس هوندا وكawasaki وسوزوكي ودوكاتي، بتنافس الفئات العالية، البراندات العالمية. بتقول انا موجودة بالستايل، بالامكانيات، بالجودة، بالخامة، بالكفاءة، وكمان بالسعر. يعني لما نحط زونتوس في الحاجات العالية دي، لا مش في مقارنات جامدة جدا بينهم. خدت بالك مفيش مساعد خلفي؟ لا، النهارده هنعرف التفاصيل كامله. زونتوس في 350 الجديد 2023 كامله، طول عرض ارتفاع استهلاك بنزين، كل شيء بالتفصيل. تابع معايا الفيديو للنهايه. ورجعنا تاني مع زونتوس في 350 سي سي، الاصدار الافخم على الاطلاق. سمعنا صوته جبار، وكمان في الحقيقه افضل 100 مره. الموتور ده رباعي الاشواط، اسطوانه واحده، 2 عمود كامه، كستبانات. يعني انسى بقى موضوع ضبط التكيهات ودوشه التكيهات اللي كل شويه الناس تتكلم عليها. الموتور ده على كتينة مش على السياخ. وطبعا سمعنا الصوت لما بعدنا عن الشكمان شوية، صوت الموتور هادي جدا ومش موجود. تبريد مية، بنزين 95، ده افضل بنزين ليه؟ عشان نسبة ضغط البستم 12.3 ل1، يعني نسبة ضغط عالية جدا، فمحتاج نسبة اكوتان اعلى، فعشان كده لازم بنزين 95. وكمان عشان الترسبات الكربونية على اجزاء المحرك واجزاء بوابة الايدل والحساسات ما تبصش منك بسرعه. قطر البستم 62 في 84.5، يعني كده هنلاقي بدايل للموضوع ده في السوق، مع ان قطع الغيار الاصليه موجوده. ومع ذلك دايما بقول لك الحته دي عشان تعرف ان سعه المحرك ده 348 سي سي، يعني 350 سي سي. نظام الحقن الكتروني انجكشن مش كربراتير، يعني محتاج تخلي بالك من الصيانة الدورية والنظافة كويس. نظام الإشعال CDI، أقصى عزم للمحرك ده 32.8 نيوتن على RPM 7500 دورة في الدقيقة. هيديك تقريبا 40 حصان على 9500 دورة، 6 غيار، 1 تحت والباقي فوق. طبعا الجير أو نظام السيستم جير بتاعه انترناشونال، حاجة كويسة جدا. هنا بقى هنا الزونتوس بتقول خلاص منافس قوي جدا للبراندات العالميه زي دوكاتي وهوندا وكawasaki وسوزوكي. لو خدت بالك ان كل تصميمه وتفصيله في الموتوسيكل ده محتاجه فيديو لوحدها. فعلا زونتوس النهارده بتبهرنا بالاصدار ده في 350. لو خدت بالك من التقفيل والتجميع والفينش والجنوط نفسها بالستايل بتاعها، حاجه كويسه جدا. هتقول لي طيب استهلاك الوقود للمحرك ده قد ايه؟ هقول لك برضو استهلاك جميل جدا. يعني انت متخيل ان 350 سي سي والقوه والفخامه ديت، ويقول لك 3.2 لتر يمشوك 100 كيلو، يعني تقريبا من 28 ل 33 كيلو اللتر. نظام الاطارات فولاذي عالي القوه، مقاس 17 امامي وخلفي. امامي 17 في 70 في 120، وخلفي 17 في 55 في 180. تحس ان انت راكب عربيه. طبعا ده هيديك ثبات واتزان على الطريق مفيش بعد كده. وكمان من مميزات الموتوسيكل ده انه هينفع لجميع الاطوال. واحد قصير هيركبه ليه؟ خد بالك بقى في الابعاد والمقاسات بتاع الموتوسيكل ده. يعني لما نقول لك مثلا الطول 208 سم، العرض 86 سم، الارتفاع 1.15 سم، ده من الارض الاعلى نقطه. دي الارتفاعات كامله، تمام، او المقاسات كامله. الخلوص الارض 17 سم، ارتفاع المقعد 76 سم، يعني تقريبا شفت الهوجن 3 حاجه زي كده. فكون ان انت مثلا ارتفاع المقعد مع الابعاد دي كلها، والوزن هيديهولك 180 كيلو تقريبا فارغ، وقاعده العجلات 143 سم، ده كله بيقول لك ان الموتوسيكل ده ثابت الى اقصى وابعد الحدود على الارض.
مفيش حاجه اسمها بقى ايه حاجه تاثر فيه من العوامل الخارجيه، شده هواء والكلام ده. هتلاقي موتوسيكل تقيل واطي وثابت، يعني واخد معاك الستايل الجميل وفي نفس شكل وفخامه وقعده الهارلي. تمام، فحاجه كويسه جدا. فرامل كمان جايه لك ديسك امامي وخلفي ABS، طبعا نظام منع للانغلاق، نظام جميل جدا في امان الفرامل. في نفس الوقت لو خدت بالك من الفرامل الخلفيه في نص الجنط، فالناس بقى اللي بتشتكي يقول لك ايه، لا اصلا انا لما بمسك فرمله الجنط بيميل على جنب. لا ده انساها هنا. هتقول لي طيب هو 2 مساعد امامي مفيش مساعدين خلفي ثابت ولا ايه؟ لا هقول لك في مساعد خلفي ولكن بنظام جميل جدا جدا اللي هو النظام العكسي اللي انت مش هتحس بالمطب اصلا. فالمساعد هتلاقيه نايم في علبه تحت المقص زي ما حضرتك شايف كده، بمخدات يمين وشمال وزرجينه هي اللي بتحركه. فده بيديلك كمان متعه وراحه في القياده للمسافات البعيده. طبعا ده كده تقريبا اغلب المواصفات. سعة التانك 15 لتر، وطبعا كمان من ضمن المواصفات ان هو مفيش فيه مفتاح، يعني بصمة بس. البصمة تتحط في جيبك كده على بعد 1.5 لمترين تفصل معاك اوتوماتيك، يعني اعلى نظام حماية وامان للموتوسيكل. البطارية 12 فولت. الالوان الاسود والابيض والذهبي. ده كده تقريبا كل شيء عن الموتوسيكل بتاعك. السرعة القصوى 160، هيجيب اكتر طبعا اكيد، ولكن ده كده كلام المصنع. الموتوسيكل ده كامكانيات وجودة وخامة فوق الممتاز. قطع الغيار موجودة ومتوفرة، ولكن ما تجيش تقارن ده بالداينر 4 والهوجن والبوكسر وال26 والكلام ده. ليه؟ دي في الفئات العالية. ده لما يتقارن مع الفئات بتاعته هنقول يعتبر فوق الممتاز كسعر وجودة خامة كل حاجة. هيلعب طبعا في 100. محتاج الموتوسيكل موجود حاليا، محتاج تحجز، الرقم معروف على الواتس، هتختار اللون، هنجيب ونظبط ومية مية تحت امر معليك. وطبعا اي سؤال او استفسار تحت في التعليقات ان شاء الله. ما تنساش الاعجاب والتعليق، دعم لنا عشان نستمر. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ده امكانيات. وبرضه ما تقلقش موضوع الكهرباء، نفس الاصدارات اللي قبل كده، يعني برضه قطع الغيار كلها سواء كهرباء او ميكانيكا موجوده. العداد شاشه ديجيتال كامل موضح عليها كل حاجه، وممكن يتوصل بالتليفون بالبلوتوث. فده كده كل امكانياته. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.